متابعينا الكرام، أهلا بكم وطابت أوقاتكم. إن كل ما شاهدناه في السابق من المدرب الوطني المغربي وليد الركراكي كان نهجا مقصودا وليس مجرد صدفة. الركراكي ومنذ بداية بطولة كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا بالمغرب كان يغير التشكيلة الأساسية من مباراة إلى أخرى، لا يعتمد على الخطة الكاملة التي رأيناها في مونديال قطر. يشرك بعض لاعبين في مراكز غير نهائية وكأنه يختبر أكثر مما ينافس. يترك حلولا هجومية واضحة على دكة البدلاء ولا يكشف كل أوراقه دفعة واحدة. هذا الأسلوب يستعمل عادة من المدربين الكبار عندما يكونون واثقين من الفوز، والهدف منه إرباك الخصوم حتى لا يستطيع أي خصم أو أي منتخب تحليل أسلوب المغرب الحقيقي، وكذلك إخفاء الخطة الحاسمة للأدوار الإقصائية. تدوير لاعبين لتفادي الإرهاق والإصابات، رفع منسوب مفاجأة في ربع ونصف النهائي. الكثيرون ظنوا أن أداء المنتخب الوطني المغربي غير مقنع، لكن في العمق كان الركراكي يلعب بطولة ذهنية أكثر أو قبل أن تكون تكتيكية. والآن حاليا في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني المغربي بدأت تتضح ملامح المنتخب الوطني المغربي الحقيقية أمام الكاميرون، وكل هذا من ذكاء الإطار الوطني وليد الركراكي.